بالفعل يا أصدقائي في هذه الأثناء كبرى المفاجآت بعد وقت إضافي. المصرية للاتصالات من دور ال 32 تطيح بصاحب المقام الرفيع النادي الأهلي. مع بداية أفريقيا واستدعاء القوام الأساسي للنادي الأهلي عشان يلعبوا في أفريقيا، والنادي الأهلي بقى زيه زي أي فريق منتصف جدول. إزاي يعني؟ تعالى يا سيدي أقول لك، ما أنت أكيد شفت كل حاجة. بعد ما القوام الاساسي للنادي الاهلي انضم لمنتخب مصر عشان يشارك في افريقيا، والنادي الاهلي في المشاركات المحليه حرفيا بيقدم اداء مقرف مالوش علاقه بكوره. يعني الاهلي لعب 4 ماتشات، خسر 3 وكسب 1، ده غير كمان الخروج من دور ال 32 من كاس مصر قدام فريق المصريه للاتصالات والخروج من دور زي ده ما اتكررش من 17 سنه، من موسم 2008 على ايد حمدي سيف لاعب بترول اسيوط، والخساره كانت بنتيجه 1-0. كميه عك جوه الملعب من لعيبه زي كوكا اللي تستغرب ان ده بيلعب اساسي ومن صفوه لعيبه مصر، هو بقى او طاهر او ياسين مرعي اللي بيقدم اداء يعني يستحي مدافع ناشئين يعملها بجد، او مدافع في حجز خماسي. طبعا ده غير العك من الاداره في موضوع حمزه عبد الكريم. يعني انت يا مؤمن تاني برشلونه الاسباني اللي هو افضل وانجح مدرسه كوره للناشئين على مستوى العالم طالبه منك لاعب وهيدفعوا 2 مليون يورو، يعني بما يوازي 100 مليون جنيه في لاعب عنده 17 سنه. تقوم الاداره رافضه، عايزين 5 مليون يورو. يعني انت يعني هو اصلا بالاداء اللي هو بيقدمه الفتره دلوقتي ما يساويش 5 جنيه بامانه. فطبيعي جدا برشلونه يقول لك يا باشا مش عايزينه، خليهولك يا باشا، واحنا قايلين ناكل، احنا عارفين ندفع فلوس. يعني ايه ده يا جماعه؟ مشي. ولكن هنقول ايه؟ عشان حمزه عبد الكريم بقى يبقى مصيره حاجه من الاثنين، يا اما هيخرج في سلسله اعارات لنادي الداخليه ونادي المقاولين العرب وسيراميكا وزد، واعارات مش هتخلص، واللاعب هينطفي واحده واحده ويبطل كوره اكلينيكيا، او السيناريو الثاني هو يحصل معاه زي ما حصل مع محمد عبد المنعم كده، لما قدر ان هو يثبت نفسه ويتالق لما كان مع منتخب مصر، ما كانش لسه راح الاهلي او ما كانش رجع الاهلي، وبعدها الاهلي قطع اعارته ورجعه تاني. وحتى لو حمزه عبد الكريم فضل مكمل في الاهلي، فهل هو هياخد فرصه؟ الاجابه بكل بساطه لا. هتقولي لي يا ابني ما احنا ما عندناش مهاجمين، اجرا ديشار وايه محمد شريف دول. اقول لك ماشي، لان دول اصلا مش هيكملوا في النادي الاهلي ده كده كده. تاني حاجه الاهلي اكيد هيجيب مهاجم اجنبي، فالمهاجم الاجنبي اللي هيجي ده هيلعب اساسي، وهتجيب كمان لاعب يا اما يقيد مصري او هتجيب مهاجم مصري، فانت كده حمزه عبد الكريم هيلعب امتى بقى؟ فهو ما فيش غير السيناريوهين دول، ما فيش غيرهم. اقول لك على حاجه، حتى لو اللاعب ده لعب، هل هو هيلعب وهو عنده نفس كده ونفسه مفتوحه وهيلعب باريحيه كبيره؟ اكيد لا. هو اصلا مش هيبقى ليه نفس يلعب معاك اصلا. كفايه بقى مصالح، كفايه عك، كفايه قرف. يعني يا جدعان المفروض ده احسن نادي في افريقيا يا جدعان. احسن نادي في افريقيا، يعني زي ما بقول لك كده والله. كميه عك في كل حاجه، ملفات، اداره لعيبه، على صفقات، على عقود، على كل حاجه، ومدرب ما يعرفش ايه العك اللي هو قدمه. يعني هي جت عليه، يعني لما لقى الدنيا كلها بتعك قال لك ما عك انا كمان، ما فيهاش حاجه. يعني تخيل تخسر، يعني سيبك من كاس الرابطه، قال لك احنا هدفنا ان احنا نشوف الناشئين اللي موجودين ونطلع ونطعم بالفريق الاساسي. جميل، الله اكبر، جميل جميل جدا، اللهم صل على النبي. ماتش في كاس مصر اللي هم تقريبا كانوا فاكروه برده من ضمن ماتشات كاس الرابطه تقريبا كده، يعني واحد يقول لي يا عم دي دكه الاهلي او ناشئين الاهلي. ناشئين الاهلي فعلا. عمر كان عبد الواحد 31 سنه، طاهر محمد طاهر 28 سنه، حسين الشحات 32 ولا 33 سنه دلوقتي ما شاء الله، ياسين مرعي اللي هو المدافع الاهلي بتاع الاساسي، احمد نبيل كوكا ما شاء الله، محمد شكري، جراديشار، محمد شريف، اللي هم الاثنين مهاجمين الاساسيين بتوعك ما شاء الله. تخسر من المصريه للاتصالات. يعني لا فعلا ناشئين الاهلي فعلا مش على المستوى خالص. المهم يعني قول زي ما تقول، احنا كده وصلنا للنهايه يا سيدي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، نشوفكم بقى الفيديوهات الجايه على افريقيا والحاجات دي. سلام.